احنا جتنا دعوه من الجامعه الملكيه المغربيه لاجراء مقابله وديه، واكيد جدا زاد احنا الاختيار نتاعنا كان باش نشوفوا حقيقه امكانيات المنتخب الوطني التونسي. كي تعرف ضد منتخب عملاق الرابع عالميا المنتخب المغربي، ومشكوره الجامعه الملكيه المغربيه اللي هي تكفلت بكل المصاريف، يعني دعوه معناتها الإقامة والتنقل وما إلى ذلك. تقريبا ثم 10 فرق من إفريقيا قاعدين يقوموا حاليا بتربصات بالمغرب. هذاك علاش تسهل العملية نتاع إجراء مقابلة، ونحبوا ولا نكرهوا إمكانيات الجامعة التونسية لكرة القدم المادية معروفة لدى الجميع. يعني كي تجيك دعوة وتكون فيها امتياز فني ومادي باش تلعب، ما نتصورش اي عاقل يرفض. واضح. عندك سؤال اخر حسن؟ لا هي انا يقول لك بلاش جاتنا الدعوه. اي لا بطبيعه الحال اختبار ممتاز. لا انا شوف راهو اذا شوف نجم نناقش في كل شيء. كان المساله الماديه انسان يقول انسان يجي يقول لك ما عنديش فلوس، ما نحن كجامعه ما في حالناش انتهى، ويقول لك انا جاتني حاجه اقامه وغاديكا وتنقل، والجامعه المغربيه الملكيه المغربيه هي اللي تحملت المصاريف. يعني ما نجمش انا نلومه في ظل الظروف اللي قالها توا سي خميس. هو يعرف البيرو غطاه، قال الراجل يعرف اللي ظروف نتاع الجامعه التونسيه شنو هي ماديه.